بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الورد لو بتشوفوني الصبح، ومساء الفل لو بتشوفوني بالليل. يا احلى واغلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا ام احمد، وجاي لكم النهارده كده بفيديو جديد ووصفه جديده، وهنعمل مع بعض فطير مشلتت حلو قوي سهل وبسيط، وخصوصا للمبتدئين سنه اولى مطبخ، سنه اولى جواز. خلاص كده معايا كده في الفطير بتاعي ايه؟ اول حاجه معايا كيلو من الدقيق. الكيلو ده استخدمته كده عبارة عن خليط من نوعين اتنين. أول حاجة خدت نص كيلو من دقيق الغلة أو دقيق القمح اللي أنا عندي طحناه وبستخدمه معاكم، وعليه نص كيلو من دقيق متعدد الأغراض اللي بشتريه من المحلات. تمام. نزلت عليه كده بنص معلقة من الملح. معايا هنا مية من الحنفية عادية خالص، وهبدأ بقى أحط كده على الدقيق. بصوا بقى مبدئيا كده الفطير بتاع النهاردة مش محتاج عجن خالص. تمام، ولا هنعجن بقى ولا هنلت ولا هنتعب نفسنا خالص النهارده. احنا كل اللي علينا ان احنا ندوب الدقيق في الميه بس. خلاص كده. وعشان عايزه كده احصل على عجينه طريه كده وبتلزق شويه. تمام. وطبعا مش هقولك كميه الميه بالظبط قد ايه، علشان طبعا احنا عارفين كل دقيق له قوه امتصاص. خلاص كده. هو يعني انا بالنسبه لي النهارده استخدمت حوالي 3 كوبايات ميه على الكيلو دقيق بتاعي. خلاص كده. انت ممكن تستخدمي 3.5، ممكن تستخدمي 4 كوبايات، ممكن تستخدمي اقل من كده حسب نوع الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه. تمام. هنا خلاص كده لفيت العجينه اهوت وظبط معايا. هعمل ايه بعد كده؟ لسه هحط شويه ميه عشان انا عايزه العجينه طريه شويه. خلاص. احنا قلنا ايه؟ مش هنعجن كتير بقى ونلت زي ما كنا بنعمل قبل كده، ونقول بقى 10 دقايق بقى 12 دقيقه نفضل نعجن. لا خالص، هنعجن بس كده دقيقتين 3 يا دوبك نلف الدقيق مع الميه. خلاص. هنا بقى هجيب كمان معلقتين 3 من الزيت، وهلم بيهم الدقيق كده من الطبق اللي انا شغاله فيه. خلاص. شفتوا الموضوع سهل جدا جدا، وهتطلعي احلى فطير. بس خليكي معايا كده للاخر عشان تشوفي كده الجمال والروقان. وبكده يكون خلصت عجن الفطير. تمام. المفروض بقى بعد ما خلصنا عجن ان احنا نغطيه ونسيبه يرتاح شوية. لا، انا هنا بقى مش هسيبه يرتاح شوية، انا هقطعه كده على طول. هجيب صينية هنزل عليها كده بدهنة من الزيت. ولو وصلت لغاية هنا حبيبة قلبي بقى، ما تبخليش على اختك باللايك، ويا ريت كده تشير الفيديو لاكبر عدد من الاخوات عشان الكل يستفيد. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي بسرعة كده، وكمان يا ريت تفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك برضو كل فيديوهات جديدة بنزلها. يلا نقطع بقى الفطير بتاعنا. بصوا انا قطعته كده كور متوسطة، كور متوسطة. ماشي. يعني عملت الكيلو ده على التمن فطاير. فيكي تقطعيه على 10، فيكي تقطعيه على 12. بصوا، والعجينة هنا معايا ما شاء الله طرية بتلزق. خلاص، احنا قلنا طرية ايه وبتلزق، بس الزيت معانا هيسهل معانا كل حاجة. خلاص كده. وبعد ما قطعت كده على 8 فطاير، بصوا ما شاء الله، هدهن ايدي كده بدهنه من الزيت بحيث ان انا هفصل ما بينهم كده زي ما انتم شايفين. ادهن كل كوره كده مستقله بنفسها بالزيت عشان ما يلزقوش في بعض. وهجيب كيسه كده بلاستيك هغطي بيهم الفطير اللي احنا عملناه عشان الهواء طبعا ما ينشفوش، وهنسيبه يرتاح. طيب، انا بقى اشتغلت على طول ليه؟ هقولك. علشان انا على ما بقطع اول كوره واقطع الباقي بيكون كله ارتاح. خلاص. هنا جبت 200 جرام من الزبده، ضفت عليهم معلقتين كبار من السمنه البلدي، ومعايا كده 3 معالق كبار من الزيت. وليه بتحط زيت يا ام احمد؟ هقولك ليه. طبعا السمنه مع الزبده مع بعض بيدهنوا جوه كده، بيبقى في الفطيره، وحتى لو بردت هتلاقيها متماسكه. الزيت بيعمل عمليه فصل ما بين الطبقات، وبيخليها كده بتلمع من جوه، وبيخليها مورقه. خلاص كده. طيب هبدأ بقى لما اجي هشتغل بأول كرة قطعتها. طبعا أول كرة بقطعها أو أول فطيرة بقطعها بتكون ارتاحت قبل الأخيرة. تمام. يبقى خدي كده بالتدريج أول واحدة، ودهنت المفرش بتاع السيليكون أو سطح العمل اللي هشتغل عليه بنقطة من الزيت، بدهنة من الزيت. وهي دي أول مرة بدهنها ومش هدهن تاني خالص. وهبدأ أبطط زي ما انتوا شايفة كده بإيدي، لا بنشابة ولا بمردانة ولا أي حاجة، وبتتفرد معايا بكل سهولة. وحاولي وانت بتفردي كده تفرديها على شكل بيضاوي أو شكل مستطيل. تمام. طيب هنا الزبدة والسمنة بتوعي، طبعا الجو برد قوي وزي ما انتوا عارفين ساقعة،
فقعدت اضغط فيهم بالمعلقه كده وبالشوكه، كانوا صعبين شويه ان انا ادمجهم مع بعض. فعملت لهم حمام بخار، اللي هو جبت حله كده حطيت فيها شويه من الميه وغليهم، قمت حاطه فوقهم الطبق ده زي ما انتم شايفين كده، والبخار بتاعهم مدوبك ايه دقيقتين 3، سيح معايا السمنه وخلطها كلها مع بعضها مع الزبده كده. تمام. دهنت بقى الفطيره اللي انا فردتها كده بطبقه من الزبده على السمنه على الخليط اللي انا عملته، وهجيب القطاعه بتاعتي وهقطع زي ما انت شايفه بالشكل ده. بصوا كده قطعتها ل3، الجزئين اللي على الاطراف صغيرين والجزء اللي في النص كبير. بصوا كده خدتوا بالكم اهو. هبدأ بقى اجيب اي قطعة كده من على الطرف او من الشمال او من اليمين، هفردها رول. تمام. وهحطها في الجزء التاني برضو اللي على الطرف، وهبدأ الفها رول. خلاص. وهجيبهم الاتنين مع بعض واحطهم في الكبيرة اللي في النص، وهلفهم ايه، نلف رول. وتلف بقى كده وتشد على بره وتلفي، تشد على بره وتلفي. شايفين الموضوع سهل ازاي؟ شفتوا؟ طب بالله عليكم في بقى صعوبة الموضوع ولا اي حاجة؟ وهتعملي كل الفطير بتاعك وانت واقفة كده بدون ما تحسي باي تعب ولا اي ارهاق. اهو بصوا جبت التانية، طبعا ما دهنتش زيت تاني اهو، هو اول مرة بس اللي دهنت فيها وبعد كده ما دهنتش تاني. ابدأي افردي ما شاء الله بايدك اهو، بكل سهولة خالص، بكل سهولة خالص. بصوا اهو. هجيب بقى السمنة بتاعتي او الخليط الزيت على الزبدة على السمنة ده، وهحط طبقة كده وحاولي ان انت تفرديها كلها على الفطيرة. وهجيب برضو القطاعة وهقطع برضو الجزئين اللي على الاطراف بيكونوا صغيرين، المهم ان الجزء الكبير اللي في النص ده يكون كبير. خدتوا بالكم؟ خدت بالكم من النص الكبير اللي في النص يكون كبير بالظبط كده اهو. كل الموضوع ان انت هتقعدي تلفي كده رولات رولات وخلاص وتحطي. وصلتي معايا لغايه هنا حبيبه قلبي ولا لسه؟ حطيت اللايك ولا لسه؟ اللايك طبعا لا بيكهرب ولا بفلوس، احنا متفقين على كده من زمان، فما تبخلش علاقتك باللايك بالله عليكي. خلصنا كده اهو. بصوا ما شاء الله. وطبعا هحطهم برضو بالترتيب. خلاص كده اهو ما شاء الله. بصوا من اجمل انواع الفطير اللي عملتها اقسم بالله. بصوا انا عايزه كل يوم اعمل لهم فطير، عايزه كل يوم اعمل لهم فطير من سهولته، ومش عايزه اقول لكم بجد ما فيش فيه اي تعب. خلاص اهو. بصوا وغطيتهم تاني بعد ما خلصت غطيتهم زي ما انتم شايفين كده. برضو تسيبوهم يرتاحوا، هو كده كده بيرتاح لوحده. هجيب بقى الصينيه اللي انا هشتغل فيها. بصوا الموضوع اهو. جبت الفطيره بقى اول واحده برضو عملتها، بمسكها على ايدي كده اهو بصي، وابدا كده اتنيها من الجنب الطويل ده على ده، وابدا المها بس. خلاص مفيش اي حاجه، مش هنبطط تاني كده اهو. بصوا الموضوع سهل ازاي. بحطها على ايدي وبقلب كده، اجيب من قدام على ورا وافضل الفها كده لغايه لما ادورها بالشكل ده. هتلمي بس الفطيرة بدل ما كان شكلها ايه مطول كده، عشان ابططها تبقى فطيرة مدورة اهو. وابدأي بططي كده وافردي، او حاولي وانتي بتبططي الفطير ما ترققهوش قوي عشان ما يعضمش منك وتبقى رقيقة كده. لا بصي، خلي كده سمك الفطيرة كده 1 سنتي كده مرتفع، ويا ريت كده تقومي مبططة فطيره كله مرة واحدة وتسيبيه. النتيجة دي حلوة قوي قوي لما بتيجي تخبزيه في الفرن. تمام. احسن من انك تبططيها وتدخلي الفرن على طول. شفتوا زي ما انا عملت كده. افردي فطيرك كله وسيبيه واخبزي بقى بالتدريج. عندك حته قشطه بقى حلوه كده، افردها على الوش عزيز الطعم. طبعا انا التسويه هنا بقى كنت مولعه الفرن، ولعته كده على درجه حراره 200، اعلى درجه حراره في الفرن. خلاص. وحطيها كده على الصاج من تحت، والشوايه والفرن الاتنين مع بعض، والفطير بياخد معاكي كده من 20 ل 25 دقيقه في الفرن. ما شاء الله. اقسم بالله الفطير كان في الفرن عامل ايه، بصي كان قابب كده وشكله تحفة ما شاء الله. بس بصي بقى من اهم برضو الحاجات ان انت لما تسوي الفطير وتطلعيه من الفرن وهو سخن، غطيه على طول بكيسة بلاستيك، بكيسة عيش مثلا من كيس عيش التلاجة او باي طبقة بلاستيك عندك، غطي بيها. بتحافظ على طراوة الفطير كده ما يبقاش ناشف منك ويتفرتك منك. خلاص. عشان هو طالع بقى طبعا ايه مش عايزه اقول لك مورق زي الجلاش. هنا طبعا بقى يلا كده يلا كده نقص الشريط. معانا كده شويه عسل اسود، معاهم شويه عسل ابيض، وحته جبنه كده حادقه معتقه من قلب البلاصي، معاها حته الفلفل وشويه المشي دول. مش عايزه اقول لك بقى حكايه. ومش عايزه اقول لكم كمان التتار كان واقف ورايا عامل ايه. من ريحه الفطير مش عايزه اقول لك
تحفة قوي. مورق جميل. بصي مقرمش من بره وطري كده وجميل من جوه. بجد والله العظيم والله العظيم ان دي من انجح الطرق اللي عملتها. انا جربت كتير من طرق الفطير، ولكن دي احلاهم واجملهم، خصوصا انها مش مرهقة ابدا. طريقة جميلة. شفتوا؟ بصوا كده التتار ما صبرش ما صبروش ان انا اخد اللقطة واخلص تصوير. قالوا لا والله ما ابدا ابدا. ولقيت كله دخل. بصوا حتى انا هشاهدكم عليهم دلوقتي اقول لكم شوفوا شايفين. بس الاول بصوا خليكم في جمال الفطير، سيبكم من التتار اللي واقف حواليا ده. والله العظيم كان ما شاء الله كان يوم جميل. شوفوا انا هقول لكم. بصوا بصوا كده شايفين الفطير تحفة تحفة. بجد بجد جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. حاجة كده ما شاء الله. لا تعبنا ولا أي حاجة، وكله على عينك يا تاجر واحنا واقفين. وبصوا بدقيق الغلة معاه الدقيق متعدد الأغراض. حاجة كده ميكس عسل جميلة جدا. لو ما عندكيش دقيق غلة اعمليه بقى بدقيق متعدد الأغراض اللي بتجيبيه من المحلات. بس بين كل خطوة وخطوة سيبيه يرتاح شوية. وبكده يكون الفيديو خلص، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ومع السلامة.